هناك منحت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الميدالية الذهبية للمصارع الجزائري فتحي نورين ولمدربه عمار بن يخلف تكريما لهما وعرفانا لموقفهما الداعم للقضية الفلسطينية بعدما رفضا مواجهة منافس من الاحتلال الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو. هي أكبر من مجرد ميدالية ذهبية، إنه وسام فخر واعتزاز. بهذه العبارات علق بطل الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف على تكريم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نظير موقفهما البطولي المبدئي الرافض مواجهة منافس من الاحتلال الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو. أنا فقط كنت مثالا لموقف الشعب الجزائري والجزائر مع القضية الفلسطينية. أنا فقط مثلت موقف الجزائر وكان لي الشرف أحمد الله. تلقينا ضغوطات كبيرة لكي نشارك ونطبع، وموقف تاعنا كان هو نصرة إخواننا فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية، ونحن الحمد لله عندنا ثقة في النفس وثقة في الدولة الجزائرية. موقف نورين وبن يخلف الذي تخطى صداه حدود الألعاب الأولمبية حظي باهتمام بالغ وإشادة كبيرة هنا في الجزائر. جمعية العلماء المسلمين واحدة من منظمات كثيرة تدين للبطلين دفاعهما المشرف عن القضية الفلسطينية وتشريفهما موقف الجزائر في المحفل الرياضي العالمي. يا شباب الإسلام، هكذا كونوا أو لا تكونوا، أن تكونوا أوفياء لوطنكم، أن تكونوا صادقين لوطنكم، أن تكونوا مع قضية وطنكم العادلة أو لا تكونوا. هذا الرجل الجزائري الفحل الحر الذي رفع رؤوسنا اليوم أمام الأمة الإسلامية بل أمام الإنسانية. هذا التكريم وبقدر ما يرفع المعنويات، فإنه يضع البطلين أمام قراءة صحيحة للقرار بعيدا عن كل الحسابات الرياضية الأخرى. فعندما يتعلق الأمر بفلسطين لا يجاري الجزائريون أي إغراءات مهما كان ثقلها، وذلك تماما ما فعله بن يخلف وخلفه فتحي نورين في الألعاب الأولمبية. طويت صفحة أولمبياد طوكيو، لكن صفحات البطل الجزائري فتحي نورين تبقى ناصعة. فبعد أن قام بالواجب تجاه فلسطين يتطلع الآن بشغف كبير إلى قادم المحافل الرياضية، وما ناله اليوم من تكريم يزيد تصميمه أكثر للصعود من جديد على منصات التتويج. ياسين لكحل، تلفزيون فلسطين، الجزائر.